تلاهي. ايه مش باينه ليه؟ الدنيا تلاهي بقى يا اختي، ما انت عارفه. طب يا حبيبتي مش عايزه حاجه؟ ربنا يخليكي، ما يحرمش منك ابدا يا رب، ربنا يخليكي. الله الله، انتوا بتعملوا ايه؟ مش هتتحركوا لما تدوا حقهم، هتاخدوا الفراخ خدوا حقهم، حرام عليكم. اسكت يا راجل، اذيك تاذيني، ما انت اذنت باكل عيش ورزق عيالك، حرام عليك يا سعاده البيت، رزق ورزق عيالك. ادعوني يا ناس، ادعوني يا ناس، معلش يا سعاده البيت، العيش يا بيه، حرام عليا ليه؟ حرام، ده انا لسه جاي من الشغل. شقى عيالها ليه؟ حرام، معلش يا بيه، معلش يا بيه. يا لهوي يا لهوي ياما، ياما هيشيلوا العشه بتاعتنا ياما، لازم نخلص من الفراخ. ايه ده؟ انت بتاكلي فراخ؟ ما سمعتيش اللي حصل؟ ايه يا واد؟ تجننت ولا ايه؟ بقول لك الفراخ بتجيب انفلونزا الطيور. مين يا واد اللي قال لك كده؟ الدنيا كلها بتقول كده. طب ايه رايك بقى اللي هيمد ايده على فرخه من عندي هقطعها له، وان كنت متصور ان امك تعبانه؟ لا، ده انا اولع في نفسي واجيب لك مصيبه لحد عندك. انا بقول لك اهو، الا فراخ. الا فراخي؟ فراخي ايه ياما دلوقتي؟ بقول لك ياما الحكومه هتيجي وتكسر العشش. كسر العشش؟ خليهم يتنيلوا، يروحوا بس هم يكسروا اسرائيل، شطارين على عشش الغلابه اللي زينا. ياما سيب الورك ربنا يكرمك ياما، وبعدين دول خايفين علينا احسن المرض ينتشر. ينتشر؟ ما ينتشر يا اخويا، خليه يخف الزحمه اللي احنا فيها شويه. يا عبيط، دي اسمها فرة الفراخ. وانا عيله صغيره كنت فاكره اما يقولوا فرة الفراخ كلها تموت ونرميهم في الزباله. لا سمعنا ان زبال مات ولا الكلاب اللي كلت الفراخ الميته ماتت. ياما انت لو حصل لك حاجه هيبقى انت السبب. يا سيدي انا عايزه اموت، مالكش دعوه. ياما البلديه هتيجي تفتش السطح. دخل الحاجه كلها الاوضه قبل البلديه ما تيجي، وحسك عينك تمد ايدك على فرخه ولا ارنب هتشوف هيجرى لك مني ايه. طب ما تروح يا اخويا ايدي على كتفك، هات لي عجل وانا اربيه وشوف كده ارمي لك كل الفراخ دي من على السطوح. ها، هم قاصدين كده، مش عايزيننا ناكل غير فول وطعميه وعدس، وحتى غلوه جاتهم شوطه تاخدهم على سنينهم السودا. سديت نفسي. موضوعنا النهارده عن انفلونزا الطيور. ايوه، انفلونزا الطيور اللي خلتنا كلنا نكاكي. ايوه والله، خلتنا كلنا بنكاكي وعايشين مذعورين مرعوبين وتايهين، مش عارفين الحقيقه فين. انفلونزا الطيور الفراخ بقت تنقل لنا المرض. الفراخ اللي طول عمرها بتدينا البروتين وبتدينا البيض، وترقد على البيض ويفقس يجيب لنا كتاكيت، والكتاكيت تكبر وتبقى فراخ. دورة حياة كاملة متكاملة يا سيدي. والسر الإلهي فين؟ في الفراخ. اذكر الله، قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم. طيب تعالوا مع بعض كده يا سيادنا نحلل موضوع انفلونزا الطيور دي تحليل ديني. أولاً حكاية الانفلونزا دي جات لنا منين؟ مش من بره؟ من عند الخواجات الأجانب؟ بيذبحوا الطيور إزاي؟ أنا أقول لكم، بيكهربوها، بيعدموها والعياذ بالله. والله أعلم الطيور اللي اتكهربت واتعدمت دي فيها إيه؟ جواها إيه؟ بتاكل إيه ولا بتشرب إيه؟ ما بيقولوش بسم الله الله أكبر، لأنهم ما يعرفوش قوة اسم الله على جسم الذبيحة. أي والله ما يدركوش ده، فلازم طيورهم وحيواناتهم تجيلها أمراض الدنيا كلها، لأنهم غير مؤمنين باسم الله. اذكر الله، قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. لا إله إلا الله. طب إيه بقى اللي ينقذنا يا إخوانا من هذه الخبائث؟ إيه اللي ينجينا من هذه الأوبئة؟ حاجة بسيطة، بسيطة جدا.
الطهارة. أيوة الطهارة والنظافة. من احنا صغيرين بنقرا ونسمع ونشوف النظافة من الإيمان، ولا إيه يا سيدنا؟ الطهارة اللي علمها لنا الرسول الكريم، إن احنا نبقى على طول نضاف وعلى طول نبقى طاهرين ونتحصن باسم الله، باسم الله وبقوة اسم الله، ونلتزم بتعاليم القرآن وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مش هيجي للفراخ مرض ولا الفراخ هتعدينا. مصر ربنا عرفوه بالعالم. خليكم معايا كده، واحدة مش نظيفة بتربي فراخ فوق السطوح أو في حتة مش نظيفة، ولا يعني بتغسل مكان، لا مؤاخذه يعني الفراخ بتعمل كده ولا كده، ولا بتنظف مكانهم، وبعدين بتشربهم ميه بايظه وعكره، بتاكلهم اكل حامض. ما هو لازم الفراخ تمرض يا اخوانا ولا ايه؟ لان ما التزمناش بالطهاره والنظافه. يعني الحكايه يا اخوانا وببساطه مش محتاجه علم ولا فزلكه، محتاجه الطهاره والنظافه. اللهم جنب بلدنا الوباء والغلاء والفتن ما خفي منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا الغلاء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم اجعلنا من التوابين. آمين. واجعلنا من المتطهرين. آمين. وصلى الله على حضرة النبي الأمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك يا بنتي في ايه؟ مفيش يا ماما. مفيش ده ايه؟ ده انت مفروسه من العياط. انت كنت فين؟ كنت في الدار. هو الزفت الدار اللي انت بتروحيه ده. خلاص بقى يا ماما. خلاص ده ايه؟ هو احنا ناقصين حزن؟ ما اللي فينا مكفينا. ها قولي لي حصل ايه في الدار؟ ما يدتني جوابات دي لابوها. اشربي بقى، ما انا قلت لك من زمان قولي لها على الحقيقه واخلصي. بابا بص يا سيدي، مدرستي هتفتح بكرة. حضرت الشنطة والكراريس، وبكرة الصبح هروح مدرستي. كل أصحابي يا أخويا ماسكين دراعات باباهاتهم، كل البنات في خدودهم بوسة وفي جيبهم قرش، إلا أنا. ليه؟ هو أنت خدت كل حاجة معاك؟ وطلعت يا بابا الفصل، كل مدرسين الحصص شبهك، ضحكة، تكشيرة، العيون، الشنبات والطول. بس يا خسارة يا بابا، هما مش انت. وفي الفسحة كل البنات بتنزل الفسحة إلا أنا. عارف ليه؟ عشان كل بنت بتحكي على اللي عملته ويا باباها. ضحك ازاي، كشر ازاي، عمل لهم حصان ازاي. عارف أنا هعمل ايه في صورتك؟ هبروزها برواز كبير قوي وحلقها قصاد عينيا، وافضل اضرب فيها وفيك، اضرب فيها وفيك. يمكن تشخط فيا او ازاز البرواز ينكسر وتطلع انت منه وتضربني، او ان شاء الله تذبحني. انا عارفه ان انت مش هتطلع ابدا، مش هتطلع، مش هتيجي. بنتك مية يا بابا. اوعى يا واد انت وهو تكونوا مزعلين امكم. لا والله اسأل ايه.
بتقولي جالك يعني. اما واد بجح صحيح. يا وايه جايب لي شويه اكياس مشيته وهو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره أنبني. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجه. رحت لصاحبتك مديحه اتهربت مني، وخالك ايد ورا وايد قدام. المهم فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعملها وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع؟ ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال، الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص يما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرص وخالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خدي بالك من نفسك. انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. اكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا يسري، الموضوع ده ما يخرجش بينا. عيب، ده انت اول مره توصلني في طلب، طول عمري انا اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج لو تهمك قوي. ايه هو؟ واد صايع يشيل القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره نرد عليه. وانا مستنيك. وليا كفايه بص بقى في صوره الورق. صدقيني هنموت من غير ما نشوفه. نفسي اشوفه يا ماهر، وبعدين انا كبرت. فؤاد لو شافني دلوقتي مش هيعرفني. هو بطل يطلبنا ليه؟ انت بتساليه انا؟ روح اساليه. اعمل ايه؟ الواد وحشني قوي. طب يكتب لنا جوابات يطمنا عليه. من سنه كده كأننا ما كناش موجودين في حياته. هو ينفع؟ ده زي ابنك يا سعدية، خلاص كلبه مات. ما بقاش يفكر غير في نفسه وبس. ادعي له بالسماح يا سعدية. قومي نامي، انت تعبانة من صباحية ربي. هو فين النوم ده؟ خلاص العين جفاها النوم. خلاص خليكي كده، خليكي كده احرجي في دمك على حتة كلب ما يستاهلش. شاهين. أنا تحت أمرك يا باشا. منى خدت سنة حبس. عارف يا باشا. بنت غلبانة، عايزين نساعدها. ما هي نازلة استئناف، ربنا معاها بقى. بقول لك عايزين نساعدها. مش فاهمك يا باشا. عايزين حد يشيل القضية. هات قهوة سادة يا ابني. بص يا باشا، أتمنى ما أكونش أنا اللي في دماغك. لا مش أنت، بس أنا جاي لك عشان تشوف لي حد. نشوف يا باشا، نشوف. البت حلوة وتتخدم برضه. ما تظبط نفسك يالا، ما تخليش دماغك تروح لبعيد. بعيد قريب، المهم المصلحة تقدر. ماشي. عندك حد يخلص؟ هحسبها لك. اللي هيشيل ده هياخد سنة، 6 أشهر بالميت. هيتظبط بقرشين. كده تلاقي كتير يشيله. أجيبه لك إمتى؟ أهم حاجة أكون بعيد عن الموضوع ده. عيب يا باشا، أنا هخليه يسلم نفسه قبل الاستئناف وأظبط لك الدنيا. فهمني، أكون بعيد عن الموضوع ده. هو أنت مين يا باشا؟ أنا ما أعرفكش. ايوه يا حنفي، وهنعمل ايه؟ مش ابويا رافض؟ لا مش هقدر، مش هينفع انزل.
انت كل شويه تقول لي بحبك، ما انا عارف. يلا بقى عشان كلهم صاحيين. ها قول. بنتي عايشه. حاضر. ألف سلامة لتامر يا دكتور. والله يا شيخ أهل الحارة كلهم زعلانين عشانه. كان نفسهم ايديهم تطول الواد اللي عمل العملة السودة ديت، كانوا هياكلوه، لكن نعمل إيه بقى؟ حظه حلو. والله يا معلم جابر اللي قاطع فيا إن الأجزخانة ببق القهوة ومحدش يشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أستاذ تمام. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أنا عارف إني اتأخرت عليك بس اعذرني والله ما منعني عنك إلا الشديد الأول. لا 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 يا سلام كلك واجب والله يا أستاذ. اتفضل. زيد فضلك يا أخويا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت يا أستاذ تمام، أنا ابني اتضرب مطوة في الحارة. الحارة لمت يا دكتور عطية، لمت. ما كانش فيه زمان عيال من الأشكال دي، من ساعة ما القهاوي كترت والأشكال دي ما بقاش ليها أول من الآخر. عيال والعياذ بالله، تقولش واخدين توكيل من إبليس عشان يفسدوا في الحارة. قصدك إيه يا أستاذ تمام؟ أنت عارف قصدي كويس يا أخي. اقفلها اقفلها ينوبك ثواب. افتح لك مطعم فول وطعمية، ارحم لك وارحم لنا وارحم للحارة كلها. فول وطعمية؟ طب واكل عيالي منين؟ سبحان الله واستغفر الله العظيم. وانت فاكر ان انت اللي بتوكلهم؟ انت نسيت ان فيه رازق في السماء. ايه؟ وهي الدنيا هتمطر فلوس؟ لا 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 لا، ما اسمحلكش. ما تردش عليا بالطريقه السافله دي، انا بقول لك اهو. سامع يا دكتور؟ انا جاي اتهزق في بيتك ولا ايه؟ يا جماعة مش كده، حقك على راسي يا سيدي من فوق، خليها في رقبتي أنا. وحدوا الله بقى. لا اله الا الله محمد رسول الله. شايف يا دكتور؟ شايف؟ مش عايز يوحد بالله. اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. يا عم وحدت في سري، هو انت هتطلع على اللي جوايا؟ لا 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 لا، ده كده القعده صغرت قوي. معلش يا دكتور اسمح لي، القعده دي بالنسبه لي ملهاش لازمه ولا ليها عازه. انا مضطر استاذن. ليه كده بس يا أستاذ تمام؟ الله تمشي وأنت زعلان؟ الله إيه يا عم جابر ما توحد الله؟ ما بيوحدش ما بيوحدش. لا اله الا الله. سامع كلامه يا دكتور؟ انا جيت اطمن على ابنك واعمل الواجب واتوكل على الله. معلش يا دكتور سامحني، عندي مشوار مهم وانا اسف اني عليت صوتي في بيتك، وارجو انك تبلغ اسفي للجماعه. عموما انا مش زعلان من حاجه. هزعل من مين ولا مين؟ يلا السلام عليكم. ده أنت لسه ما شربتش حاجة. مره تانية ان شاء الله. اتفضل اتفضل يا وسهلا. الله انت يخليك. شرفتنا والله، لسه ما رجليش. زيارة عزيزة والله. الله يبارك لك. السلام عليكم. تتكرر إن شاء الله. ألف سلامة. اوعى تزعل منه. يا عم ازعل من ايه؟ هو طول عمره كده، ربنا يهديه. وبعد ايه يا عمنا بقى؟ مفيش حاجة ولا ايه؟ ده انت بالك يجي اسبوع ما نزلتش. أنا هفتح بكرة، بس أنا منعه بقالي مدة كده يعني، لأنه أنت عارف أصله هيشح ودخل جدول أول كمان. يا عم جدول أول، جدول الضرب هنجيبه واللي خلاه بيجيب الحشيش. بس ما تخافش يا دكتور، استأذن أنا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. زيد فضلك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا لهوي عليا وعلى سنين، ساعة قاعدة محبوسة في الأوضة مش عارفة أخرج. إيه يا ناس؟ مين الناس الهم اللي كانوا عندنا؟ ده ناس من الحارة. يا دي الحارة وسنين الحارة، مش هخلص أنا من سواد الحارة. ثم أنت لابسة كده مش شيكة ورايحة على فين؟ خارجة مع واحدة صاحبتي. إيه حلو؟ الله هو كل يوم خروج يا ناقد؟ مش معقول أبدا كده. لا لا خش، لا مفيش نزول. إيه يا عطية مالك؟ في إيه يا أخويا مالك متعصب عليا ومش رايق ليه؟ إيه؟ لسه ما خدتش الحباية؟ بلا حباية بلا زفت بقى، ما تغيريش الموضوع. خش غيري هدومك، يعني اما نقعد مع بعضنا شوية كده ما يجراش. من غير حباية؟ ماشي، داخلة وهستناك. اتفضل
غلط يا ابني، انت شغال في معرض محترم مش في طابونه عيش. اي غلط في الشيكات تاني انا ما عنديش عزيز. اتفضل روح صلحها تاني. عايز تبيع يا اسطى ولا ايه؟ ابيع مين يا عم الحاج؟ انا داخل لبلبل. استاذ نبيل، استاذ نبيل. هو بقى استاذ خلاص؟ اتفضل اتفضل. اهلا يا عبد الله، ازيك؟ تعالى اقعد. عرفك الشيخ ابو العيال السمسار. سمسار ايه يا ريس؟ انت ليه بتنسى موضوع الاثار؟ في ايه؟ هو خبير اثار يا سيدي. مع الدكتور زي حواس. انا كنت موظف في الاثار ولما رفدوني قلت انقب لوحدي. يا شغلانه يا ريس. امسك ده الكارت بتاعي يمكن تحتاجني. نقب مع نفسك. يا اهلا وسهلا. اهلا يا عم الشيخ. الشرف لينا. هتيجي لنا على الله والنبي نبيل عشان عندي شويه مواعيد. خلينا نشوفك يا عم الشيخ. ان شاء الله يا ريس. سلام يا استاذ عبد الله. يا عبد الله رحت فين؟ تصدق يا بلبل، لاقي عليك الدنيا الجديده. كل واحد بياخد نصيبه يا صاحبي. المهم انت عامل ايه؟ اخبار الشغل والتاكس؟ تاكس؟ هو انت بتسال على التاكس ولا فلوس التاكس ولا حتى التجديد؟ خلاص يا عم نسيتنا. عارف يا عبد الله انا بحب التاكسي ده قد ايه؟ كانه عيل من عيالي. ده وش السعد وفتحه الخير علينا. انت جاي تحاسبني صح؟ لا لا خليها بكره، كنت جاي اسلم عليك بس. يا ابني هات شاي الوسطى هنا. يا عم ولا شاي ولا بتاع، لسه جاي على القهوه. طب يا عبد الله مفيش مشكله يعني، بكره بعده اي يوم. فلوس مين يا عم الحاج؟ اقعد. معلش يا اخويا، لو المشكله الحبايه خدها. لا انا بس يعني حاسس كده ان انا داخل في كرشة نفس يعني كده. انا عارف ان انا ظلمتك، بس كمان انا ما غصبتكيش. انت لما اتجوزتيني كنت عارفه ان انا راجل كبير. ولا يهمك يا اخويا، انا ما قلتش حاجه، بس يعني احنا اليومين دول كل حاجه وليها علاج. انت بس اللي تلاقيك واخد على العلاج غلط. ايوه انا ماشي في سكه غلط، بس غصب عني كنت عايز ارضيكي. انا ما يهمنيش الحاجات دي. انا لما وقفت قدام اهلي واتجوزتك كنت علشان عايزه اعيش حياتي، عايزه احس بالامان. تصبح على خير. يا ليلى ما ينفعش البنت تقعد عندك يومين. ليه ما ينفعش؟ دي البنت اعصابها تعبانه. انتي ما قريتيش الكلام اللي كاتباه في الجواب؟ قريته، وده اللي خلاني مصممه ان هي ما تروحش معاكي. طب ليه بس فهميني. اولا البنت هتتعلق بيكي اكتر، ثانيا ده تميز انا ما اسمحش بيه في الدار، وبعدين لو زمايلها سالوني عليها اقول لهم راحت فين. دي هتقعد عندي يومين بس. تقعد عندك على طول؟ انا ما عنديش مانع، اتبنيها. حضرتك عارفه ان انا ما اقدرش. ارجوكي تقفي جنبها، اعتبريها مريضه ورايحه مستشفى. انا متاكده انها لو طلعت من الدار يومين هتبطل تفكر في حاجه. وما تقوليليش تميز، حضرتك عارفه انها بالنسبه لي حاله خاصه. هتمضي على تعهد؟ همضي. اوعي تاخريها يا ليلى، انا عندي تفتيش. لا هم 4 ايام بس. طيب ربنا يستر، ربنا يستر. مسكنا انا يا ماما. ايوه، ايه رايك؟ حلو. مش حلو قوي، بس الناس هنا طيبين وكلهم بيحبوا بعض، زي البيت اللي انتي قاعده فيه. اسمه دار يا ماما. ما بتفوتيش حاجه ابدا. ماشي يا ستي، دار. الله ينور يا صابر. مبروك يا ام صباح. ربنا يتمم لك بخير يا حبيبتي. عشت يا حبيبتي عقبال حبايبك. يا منجد علي المرتبه، يا منجد علي المرتبه، عروستنا حلوه مؤدبه، عروستنا حلوه مؤدبه. ايه انتوا نويتوا يا صباح؟
ان شاء الله يا حبيبتي، عقبال عندك يا اختي. تعيش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مين البت الحلوه اللي مع ليلى دي؟ مش عارفه ياما، تلاقي قريبتها. نبي وجع قلبي ليلى دي، كبرت وبختها مال. وقمر ياما، والنبي قمر. انا بس نفسي اعرف مين اللي اداك القطن ده. يا لاوي اشتغل وانت ساكت يا صابر. ده 100 نوع في بعض. الراجل اللي اداك القطن ده حرامي. بس يا بت نجار، يلا حضري الاكل عشان نغدي عمك صابر. حاضر ياما. كمان هتغدينا؟ انا عندي اغلى منك النهارده، شاهل انت بس وخلص. طب احنا عايزين 5 متر دمور عشان بطانه المخدات. يا لهوي، ما قلتش من بدري ليه يا صابر؟ طب خلاص بعد الغدا نبقى نجيبهم. يا من كده عيون التابة عروستنا نبي فل اهو. الحمد لله. خشي تعالي من هنا. ماما ماما. ايوه يا ليلى. الله، هي دي مي. بسم الله ما شاء الله. هاتي بوسي يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا تيتا؟ تيتا حلوه قوي من بقك تيتا دي. ها اوضب لكم الاكل؟ يا ريت يا ماما، ده انا هموت من الجوع. حاضر. تيجي يا ميون نشوف اوضتي؟ حاضر. يلا اجري اجري اجري. هوبا 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 هوبا. ايوه يا اختي، اوجعي قلبنا اوجعي، مش لاقيه لنا مصيبه. ها ايه رايك في اوضتي؟ حلوة قوي يا ماما. الله، عرايس بتوعك دول يا ماما؟ من زمان وانا قد كده كنت بلعب بيهم. يعني العب بيهم؟ يا حبيبتي انت هتنامي معايا، العبي باي حاجه تعجبك في الاوضه. خدي يا حبيبي. انت حلوة قوي يا ماما. يا حبيبتي انت احلى حاجة شفتها في حياتي. وانت كمان. انتهي على حد يجيب لنا عيش يا ليلى. حاضر يا ماما. انزل انا؟ لا انت لسه بدري عليكي. عم ثابت، عم ثابت. ايوه يا ابله. والنبي تشوف لي حد يجيب لي بجنيه عيش. انا اروح اجيب لي. طيب. يلا يا عم صابر، الاكل جاهز. يا ست بعدين، انا مش جعان دلوقتي. امي بتقول لك ما ينفعش لا تيجي تجيبك. لا مش هعمل له حاجه، هغيرك مش هخليك تكمل الشغل. لا اذا كان كده انا اجي. يلا يا تلم القماش ده. تعالى دوق اكلها قبل ما تحرم من طبيخها الصايص. يا مسهل. اقعدي يا اما اقعدي.